لو انتي دايما في حياتك حب من طرف واحد او حب شخص اصلا مش مهتم بيكي او مش بيقدملك اللي انتي عايزاه، اعرفي ان انتي عندك رسالة في الوحدة ورسالة في عدم الاستحقاق. دي الحاجة اللي انتي محتاجة تشتغلي عليها. ده درسك في الحياة، ان انتي تواجهي الوحدة وان انتي يبقى عندك استحقاق لنفسك. فكرة ان عقلك يبقى مشغول بحد تاني دي لوحدها بتسبب لك راحة نفسية، بتسبب لك شعور بالونس. كونك ان انتي بتفكري في حد تاني ده بيقلل التوتر عندك، بيقلل احساسك بالوحدة، بيخليكي تنسي وحدتك، بيخليكي ما تركزيش على مشاكلك. فانتي هربانة، انتي ما بتحبيش حد، انتي هربانة من نفسك. وده بيخلينا نروح على النقطة التانية وهي عدم الاستحقاق. الفكرة ان انتي مش مدية الاهتمام ده لنفسك وشغلة تفكيرك بنفسك. فتفكيرك شغال بمين؟ بالشخص التاني. خيالك شغال بمين؟ من انتي تتخيلي الشخص التاني. ليه؟ علشان انتي نفسك تحسي بالحب والاهتمام من بره. هما مش موجودين. ليه؟ لان هما مش موجودين عندك، فبالتالي مش لاقياهم بره، فبالتالي بتتخيليهم لان ده اسهل. الاسهل ان انتي تتخيلي احسن ما انتي تديهم لنفسك، او احسن ما انتي تشتغلي على نفسك. فايه الاسهل؟ الاسهل ان انا اقعد اتخيل واعيش في الاحلام، واعيش ان انا محبوبه وان انا حد مهتم بيا. اسهل لي من ان انا اشتغل على ده، واسهل لي من ان انا اعالج نفسي. اوقات بتواجهي نفسك بتبقي عارفه ان انتي ماشيه في طريق غلط، بس بتختاري ان انتي تكملي. تختاري ان انتي تكملي عشان الطريق ده اريح. الطريق ده مسكن للوحده اللي عندك. اي علاقه حب من طرف واحد او علاقه حب ما فيهاش نفس الطاقة المتبادلة، حد مهتم بالتاني اكتر والحد التاني مش مديله اي اهتمام، العلاقة دي بيبقى ان سببها ان الشخص التاني خايف انه يسيب العلاقة علشان خايف يواجه وحدته. فالوحدة اللي انت خايفة منها وبتهربي منها دي هتضيعي عمرك عشانها. هتفضلي من علاقة لعلاقة لعلاقة عشان تلاقي احساس الونس واحساس الامان. مجرد تفكيرك في الشخص بيحسسك بالراحة. فالموضوع اتحول لتعلق، اتحول لإدمان. الإدمان مش إدمان دراجز بس، في حاجة اسمها إدمان علاقات، إدمان تفكير في حاجات مستحيلة. كل دي من أعراض الإدمان. فأنتي متعلقة، أنتي بتموتي بالبطيء، أنتي كل يوم حياتك بتتسرق منك. الوقت اللي أنتي بتضيعيه في التفكير في شخص ما بيحبكيش ده وقت مش راجع تاني. امتى هتفوقي؟ امتى هتعرفي ان انتي اللي بتعمليه ده مش هيوصلك لاي حاجة خالص؟ بالعكس انتي بتتعبي نفسك اكتر، بتستنفذي مشاعرك على الفاضي. مش الاولى ان انتي تستنفذي المشاعر دي على نفسك؟ مش الاولى ان انتي تكافحي وكل الطاقة اللي جواكي من مشاعر وحب واهتمام وتخيل تدخليها لنفسك، تخليها عكسية ليك انتي؟ انتي عارفة ان انتي بتعيشي اكتر شيء مؤلم وهو الحب من طرف واحد؟ بتعيشي اكتر شيء مؤلم وهو ان انتي تفكري في حد وتتخيلي حد وهو اصلا ملوش وجود في حياتك. انتي عارفه انتي بتعملي في نفسك ايه وسايبه نفسك زي ما انتي؟ مش عارفه تقفي وقفه تقولي اللي انا بعمله ده غلط. طب بتقفي الوقفه دي، بس بعد كده بتلاقي نفسك مش قادره، في حاجه مسيطره عليكي مخلياكي مش عارفه تموف اون من الموضوع. عارفه ايه اللي مسيطر عليكي؟ ان انتي خلاص واجهتي نفسك وعارفه ان انتي بتحسي بايه، بس ما بداتيش ان انتي تشتغلي على نفسك. كسلانه شويه مع نفسك. عندك طاقة كبيرة ولكن مخلية ده هو اللي يحركها. يعني ممشية عقلك على حسب ما هو عايز يمشي، مش انتي اللي ممشياه، لا هو اللي ممشيكي. على فكرة اوقات العقل هو اللي بيمشي، بيشوف اريح سيناريو ويعمله. ايه اريح سيناريو؟ ان انا اقعد اتخيل. ايه اصعب سيناريو؟ ان انا اطلع من الكومفورت زون واعمل حاجة جديدة، وان انا محتاجش للتخيل. مهم اوي قبل ما تشتغلي على استحقاقك لنفسك تشتغلي على الوحدة اللي انت حاسة بيها. هل الوحدة بتروح بالناس؟ مش شرط. في حد بيبقى في حياته ناس كتير وبرضه حاسس بالوحدة وحاسس بالغربة معاهم. ليه؟ لأن هو إحساس الفراغ الأول من جوه، هو مش مالي الفراغ الداخلي، علشان كده مفيش أي حاجة من بره هتملاه. فأنتي محتاجة تشتغلي على الفراغ الداخلي. الفراغ ده لو اتملى هيبقى عندك استحقاق لنفسك. الاتنين مكملين لبعض، عشان كده هي دي رسالتك. رسالتك ان انتي
لما تملي الحاجتين دول، وقتها مش هيبقى عندك حب من طرف واحد، ولا هيبقى عندك حب خيالي، ولا هيبقى عندك تعلم. ازاي بقى تشتغلي على الفراغ الداخلي؟ الفراغ سببه ان انتي مش مؤمنة بنفسك. في حاجات بتبقي عايزاها بس مش حاسة ان انتي عايزة تعمليها، حاسة ان هي صعبة عليكي، مستصعباها، فلما ما بتعملهاش ولا تهتمي بيها بتخلي عندك فراغ. اقعدي كده دوريلي مع نفسك، ايه الحاجات اللي بتحسسني بان انا وقتي مليان وان انا عايزة اخلص عليها يومي كله؟ ايه الحاجات اللي بتحسسني باحساس الراحة؟ ايه الحاجات اللي ببقى مبسوطة وانا بعملها؟ وطبعا حاجات مفيدة. ايه الحاجات اللي بتحسسني باحساس ان انا راضية عن نفسي؟ ايه الحاجات اللي عندي ليها حماس؟ ايه المواضيع المهمة في حياتي؟ ايه هدفي؟ النقصة اللي عندي اللي محتاجة اشتغل عليها؟ كل الحاجات دي لو شغلتي نفسك بيها وقعدتي كده تركزي في تفاصيلك، عقلك هيشتغل، خيالك هيشتغل، وهيركن اي حاجة تانية على جنب. ليه؟ لان انتي بقيتي مشغولة بنفسك. لما بتشتغلي على الفراغ اللي جواكي ده بيخلي عندك استحقاق لنفسك. ازاي؟ لو انا دلوقتي مليت الفراغ اللي عندي وبقيت بشتغل على صفاتي الإيجابية، وبقيت عارفة ايه أهدافي، وبحاول ان انا اشتغل عليها، وبحاول ان انا احسن من نفسي، مستوى اختياري للناس اللي في حياتي هيعلى، مستوى استحقاقي هيعلى، مستوى الحاجات اللي انا عايزاها في حياتي هيعلى، غير لما تكون حياتي فاضية. فبالتالي بجذب علاقات من طرف واحد، بجذب علاقات انا بس اللي عايزاها، بيبقى الاشخاص التانيين اعلى مني. لكن لو انا عليت قيمة نفسي هيبقى استحقاقي النفسي اعلى، فبالتالي اختياري هيكون اعلى، هختار حاجات شبه المرحلة اللي انا فيها. فانتي بتجذبي لنفسك على حسب المرحلة اللي انتي فيها. حياتك فاضية، حياتك فيها فراغ، مفيهاش اي قيمة، مفيهاش اي طموح، هتجذبي اشخاص لحياتك عنديهم كل الصفات اللي انتي محتاجاها دي، ولكن انتي بس اللي هتحبيهم، مش هيشوفوكي. فالحاجة اللي انتي معجبة بيها ونفسك فيها وبتحبيها في خيالك، هي دي الحاجة اللي انتي مفتقداها في نفسك، دي الحاجة اللي انتي محتاجة تشتغلي عليها. لو اشتغلتي عليها مش هتقبلي ان انتي تحبي حد من طرف واحد. الفيديو ده عميق، وانا عارفة اني في حاجات صعبة شوية ان هي تتفهم، ولكن لو ادركتي اللي انا بقوله هتعرفي تستغلي الكلام صح، وهتعرفي ان انتي تلاقي نتيجة. لو وصلتي بقى لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك، لان هو بيفرق قوي معايا اليوتيوب. بس اشوفكم في فيديو جديد.